السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أنا مش عارفة مين محتاج بالظبط يسمع الكلام ده، لكن في آية يا جماعة بتقول كلا لا تطعه واسجد واقترب. الآية دي كلنا عارفين إن هي سيدنا محمد، لكن الحقيقة إن هي مش لسيدنا محمد لوحده، دي لينا إحنا دلوقتي. لينا دلوقتي لما تبقى عايز تعمل حاجة وبعدين حد يثبطك أو أنت تثبط نفسك. لينا دلوقتي لما تكون عايز تقرب من ربنا وتلاقي اللي حواليك ما بيقربوش، او اللي حواليك مثلا بعاد شوية فانت تبعد معاهم، او اصلا يبقى حواليك ناس عمالين بيتريقوا او بيتنمروا مثلا. فلما كل ما تقرب من ربنا مثلا بتصلي اللهم قوي ايمانك وكذا. الحقيقة انه ربنا بيقول كلا لا تطعه واسجد واقترب. مش عارفة في ناس هتفهمني ولا لأ، بس ما تسمعش كلام حاجة، ما تسمعش كلام حد بيبعدك لا عن ربنا ولا عن حاجة انت عايز تعملها. الحقيقة أنا كنت قرأت جملة على توك توك على توك توك والله، كانت بتقول اللي معاه ربنا يمشي على المية. الحقيقة الجملة دي حقيقية جدا 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 جدا. اللي معاه ربنا يعمل أي حاجة أو كل حاجة في أي وقت وما يخافش من أي حاجة. في الحديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقي وسلطاني لا ينفذ أبدا. دي كبيرة، إنه أنا مش بس عندي سلطان، أنا كمان سلطاني ده موجود طول الوقت وعلى طول ولن ينفذ، سبحانه ملك الملوك. فحاول ما تتأثرش بحد بيثبطك أو حد بيبعدك عن ربنا ولا عن حاجة عايز تعملها، بس خوفك هي بس اللي مخلياك ما تعملهاش. خوف من الفشل، خوف من النجاح، خوف من انك تظهر. الحاجات دي زي كلبشات في رجلك وايدك مش بتخليك تتحرك. فوق الكلبشات اللي مع ربنا يمشي على المية. السلام عليكم.